تخيل معايا الأرض بتتهز تحت رجلك والجو كله دخان ورماد وحمم بركانية. الطبيعي إن أنت تجري صح؟ لكن المرعب إن أنت تفضل في مكانك وتكمل قهوتك عادي وأنت بتقنع نفسك إن دي حاجة بسيطة وهتعدي. التصرف ده مش جبن، التصرف ده مش غباء، التصرف ده أخطر حالة نفسية عرفتها الإنسانية والتاريخ. ده اسمه إدمان الإنكار. إحنا دلوقتي في سنة 79 ميلادية، بالتحديد في مدينة بومباي. بومباي ما كانتش مدينة عادية، دي كانت منتجع لأغنياء العالم وقتها وحلم كل شخص إنه يعيش فيها، مش بسبب جمالها الطبيعي ومش بسبب الموانئ بتاعتها السحرية ومش بسبب التعدد الثقافي اللي موجود فيها، ولكن بسبب جرعة الدوبامين الزيادة اللي موجودة. اللي بيدخلها بيدمنها وبينسى الخطر اللي تحت رجله. وعلشان نفهم القصة احنا لازم نمشي في شوارع بومباي شوية. مدينة متقدمة جدا مرصوفة. تخيل سنة 76 ميلادي كان في مواسير مية واصلة للبيوت، بس كان ليها جانب مظلم. بالتحديد كان اسمها وشهرتها مدينة الخطايا. عادي جدا وانت ماشي فيها تلاقي علامة محفورة على الأرض على شكل عضو تناسلي بتشاور لك على بيت للدعارة. ومش بس كده، لأ، ممارسة علاقات مع حيوانات، مثليين، علاقات جماعية، وكل ده كان بيحصل قدام الأطفال وبشكل متكرر. حقيقة مدينة بومباي فضلت مدفونة تحت الأرض لمدة 1500 سنة، ولما تم اكتشافها لقوا حاجة غريبة جدا. Found the bodies because we find several groups together, 3 people together, 4 people together. It seems that they maybe helping each other. المدينة الصغيرة تعداد سكانها يتراوح ما بين 10,000 ل 12,000 ساكن، كان فيها عدد ضخم جدا من أماكن الترفيه. وجدوا 13 غرفة مطلة على الشوارع، غرفة مخصصة للجنس، 9 حمامات كانت تستخدم لأمور جنسية، 7 نوادي جنسية للأغنياء، 41 محل دعارة، وكل هذا في مدينة تعدادها فقط 10-12 ألف نسمة. الزباين هناك ما كانوش بيشتروا انغماس في المتعة والملذات، لأ، الناس كانوا بيشتروا لحظات للنسيان. وللتأكيد بس لو انت أقل من 18 أو انت بتقرف فحاول ان انت ما تكملش الفيديو. الهوس ما كانش بالترفيه بس ولا بالجنس بس. الأغنياء هناك كانوا بيعملوا ولاية من الأكل، كانوا بيفضلوا ياكلوا لغاية الامتلاك. وكان في وجبة معروفة ألسنة طيور نادرة كان بياكلها الأغنياء دايما. وخد بقى المفاجأة، بعد عملية الامتلاك دي بيرجعوا الأكل اللي كلوه عشان يعرفوا ياكلوا تاني. وهم بقى كان لسه عندهم تارجت ذنوب ما خلصوهوش، عشان يكملوا المتعة والإثارة كانوا بيروحوا المدرج يتفرجوا على القتال حتى الموت. صليل السيوف وهداف الجماهير كان بالنسبة لهم التسلية المسائية. على مر الوقت والأيام حواسهم تماما حصل لها تخدير كامل، زي بالظبط المدمن كده اللي بيدور على المتعة وبيدور على المخدر دون النظر لعواقب الأمور. مخهم كان مشغول فقط بجرعة الدوبامين اللي جاية هتيجي منين؟ من الجنس ولا هتيجي من الأكل ولا هتيجي من المدرج؟ وقبل ما عايب الساعة تكتب النهاية، لو انت من الناس اللي بتحب تشوف التاريخ بمنظور مختلف ومن ناحية نفسية اتأكد ان انت عامل متابعة. ولو انت بتشوفنا على اليوتيوب اتأكد ان انت مفعل زر الجرس، لان في السلسلة دي هنكشف كمية فراخ نفسية حصلت في حضارات مختلفة أدت لتغيير التاريخ تماما. تعالوا بقى نشوف لحظة الصفر.